البلد اللي معانا النهاردة في الفيديو عدد سكانها 6 مليون نسمة. أهل البلد بالوافدين، بلد معروفة بالهدوء وبالسلام. البلد دي حرفيا احنا ما بنسمعش عنها أي مشاكل. بلد كان اسمها زمان أرض مجان أو مزون، ودلوقتي اسمها سلطنة عمان. هاخدكم معايا في رحلة في سلطنة عمان، وأول فيديو معانا هيكون من العاصمة مسقط. يلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا هنا كمان اول ما بتوصلوا بتلاقوا الحمامات، يعني عشان برضو الثقافه هم متمسكين قوي بالثقافه بتاعتهم. لقوا انه الحمامات الرجالي موجود عليها الزي العماني الرجالي، ده اسمه مسار، وده اسمها دشداشه، الجلابيه اسمها دشداشه، وده الخنجر. هوريكم كل ده طبعا لما ندخل البلد. ودي بقى الحاجات اللي هي النسائيه، العبايه والشال والكلام ده كله. تقريبا الطرحه تقريبا اسمها شال تقريبا. فخلونا نستكشف نشوف البلد. فخلونا اول حاجه نعملها ان احنا نروح نختم الجوازات ونوصل واي فاي، اهم حاجه. بس دي احلى حاجه في مطار مسقط، هي دي ده بخور عادي جدا بس بريحه اللبان، بنكهه اللبان العماني، ريحته قويه جدا. وهنا الباركود ده لما بتعملوا سكان بيوريكم اصل تاريخ اللبان في عمان والحضاره بتاعت اللبان عامه في صلاله في ظفار، لان هو اصلا موطنه في ظفار. فكل ده هنستكشفه، كل ده هنشوفه، بس خليكم معانا. اوعوا تنسوا ان انتوا تعملوا سبسكرايب. الواي فاي بنجيبه ازاي؟ الواي فاي بنجيبه من الماشين دي، تمام. بندخل الباسبور هنا، بنعمل له سكان وبندخل شويه بيانات. هنجيب دلوقتي الباسورد بتاعت الواي فاي. وصلنا مسقط، واول حاجه عايزين نعملها عايزين نغير فلوس. عايزين نعرف اسعار الريت قد ايه. انا عارف سعر الريت من على جوجل 3.6 تقريبا، الريال ب $3.60. عايزين ان احنا ندخل دلوقتي نشوف $100 هتعمل كام ريال عماني. اعتقد 36 38 ريال حاجه كده. انا اللي اعرفه ان الريال عمله قويه جدا، يعني انا عارف ده ب 125 جنيه مصري او 130 جنيه مصري. فتعالوا دلوقتي ندخل نغير عمله ونجيب شريحه. هنا بيسموها بطاقه. عايزين نجيب حاجه فيها انترنت كتير. المفروض ان هنا في صرافه. بصراحه اول ما دخلت فيه تكييف كده بينعش. الجو هنا حر جدا 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 جدا. المفروض ان هنا في صرافه اهي. شركه برشوتم كانجي للصرافه. مش فاهم اي حاجه بس مش مشكله عادي. تعالوا نشوف. السلام عليكم. عايز اعرف ال $100 كام ريال عماني؟ عندك $100؟ 37 ونص. دلوقتي احنا ال $100 الواحده ب 38 ريال، تمام. بس على المعامله الواحده ايا يكن المبلغ اللي احنا هنغيره بياخدوا 525 بيسه. 525 بيسه يعني نص ريال ونص ريال بالظبط، نص ريال وحاجه و25 بيسه. فدلوقتي هنبدل $100. نشوف هيدونا كام. غالبا لو كده يبقى هيدونا 37 ريال ونص. ودلوقتي بعد ما بدلنا الفلوس، بدلنا ال $100 الا اكتر من 2009 ب 38 ريال ونص و500 بيسه. فلو انت معاك دولار اقل من 2009 او 2009 بتاخده ب $37. دلوقتي عايزين نجيب شريحه للتليفون عشان عايزين نشغل نت. هي النت غالي هنا شويه بس بيدي لك جيجات كتير. يعني اول حاجه لازم تعرفوها انه في 3 شركات اساسيه في عمان، هي اوريدو وفودافون وعمان تل. دورنا على ارخص الحاجات، والبندل المناسبه كانت في فودافون 25 جيجا انترنت و500 دقيقه محليه، دي ب 12 ريال. بتزود عليها ريال كمان للشريحه، لان انت هتشتري شريحه والشريحه دي بيحاسبوك عليها بريال. جبنا دلوقتي 25 جيجا و500 دقيقه ب 13 ريال، مش قليل بس هيكفونا بقى بقيه الفتره اللي احنا قاعدينها يعني. خلاص استلمنا الشريحه، نقدر نحطها دلوقتي عادي، مفيش مشكله تشتغل. عامه يعني دي اسعار النت في عمان. وعايز اقول لكم على حاجه، ان لو انت سايح بتختلف الباقات اللي انت بتقدر تاخدها عن الباقات اللي المقيم بيقدر ياخدها. دي حاجه خدوا بالكم منها. اي سايح بيروح اي بلد بيكون عايز يشوف فيها الحاجات المشهوره في البلد دي، وطبعا كان لازم نبدا بيه اول مكان معانا وهو قصر العلم العامر. قصر العلم العامر ده يا جماعه ده قصر السلطان. القصر ده من قبل 1972. عايز اقول لكم ان القصر ده اصلا هو دلوقتي اسمه قصر العلم العامر. زمان كانوا بيقولوا عليه بيت العلم. وبالنسبه لتاريخه ده بيرجع لقبل السبعينات، وعادوا بناؤه تاني من 1972، يعني بالظبط سنتين بعد ما السلطان قابوس الله يرحمه مسك الحكم، لان السلطان قابوس مسك الحكم 1970. عايز اقول لكم ده قصر سلطاني يا جماعه، ده قصر سلطاني يعني من الاخر كده.
ممكن يكون السلطان قاعد جوه، السلطان هيثم اللي هو سلطان البلد، واحنا عادي احنا موجودين هنا قدام المكان، مفيش اي مشكله، احنا حرفيا ماشيين قدام القصر يعني، ما فيش اي مشكله، ما فيش حرس وقفنا، ما فيش اي حاجه، ركننا العربيه في الباركينج وجينا هنا نتمشى. المكان شكله تحفه وشكله جميل جدا جدا جدا، وده اول مكان معانا في الاماكن المشهوره في مسقط. ما طولناش في قصر العالم العامر لان ده اول مكان احنا المفروض نروحه، ودلوقتي هنطلع على سوق مطرح. هو سوق برضو زي سوق المعز عندنا في مصر كده، فاحنا عايزين نروح نشوفه لان ده من اشهر الحاجات هناك، وقدامه على طول شاطئ مطرح او البحر بتاع مطرح، هو معروف هناك بالاسم ده، وكمان في السفينه بتاعه السلطان قابوس الشخصيه. فدلوقتي عايزين نروح هناك ونشوف الكلام ده ايه. انا شفته وانا جايب العربيه كده، شكله لذيذ قوي قوي قوي، فتعالوا نشوفه دلوقتي وهصوره لكم برضو هناك. وعايزين برضو نروح ان شاء الله، بس الكلام ده هيبقى بكره الصبح لان ده بمواعيد. عايزين نروح مسجد السلطان قابوس لان ده فيه تاني اكبر سجاده في العالم على قطعه واحده بس معموله في ايران. فان شاء الله ان شاء الله هحط لكم برضو مسجد السلطان قابوس في الفيديو ده، ان شاء الله يعجبكم. ودي السفينه بتاعت السلطان قابوس يا جماعه، عايز اوريها لكم برضو، هقرب ليها دلوقتي واوريها لكم. بصوا مثلا مصنوعات يدويه، دي مثلا حرف هم عاملينها هنا، عاملين ليها لوحات. الحرف دي بصوا القلعه دي برضو، دي تقريبا قلعه مطرح تقريبا. المكان عباره عن لوحه يعني، فاهمين؟ دلوقتي بقى عايزين ندخل اهم حاجه السوق عشان نشوف فيه ايه من جوه، في سيفونيرز ازاي او شكله عامل ازاي من جوه. دلوقتي جينا سوق مطرح وبدأنا. بصوا يا جماعة السوق عامل ازاي. السوق بقى ايه، أصالة بقى وتراث العمانيين والكلام. بصوا طول ما احنا داخلين طبعا انا من اول هنا هتبدأ حيرتي بقى في حاجات تانية، لان انا هختار اشتري انهي ماجنت من دول، لان انا بحتار جدا 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 عبال ما الاقي ماجنت يعجبني يعني. السلام عليكم، كيف حالك؟ نوت الاوت. بصوا يا جماعه برضو هنا في حاجات، الحاجات دي what music yeah when I press on it. انا عايز اسمعكم الصوت يا جماعه. الجمل بقى بيتكلم تونسي، بيغني لصابر الرباعي. بص برضو السلم ده هنا معمول ازاي. بص كل دي حاجات قديمة يعني، ما فيش حاجة، كل دي خواتم فضة قديمة، ماجنتس برضو. بصوا يا جماعة دي القمة العمانية، وفي هنا مباخر شكلها حلو قوي قوي قوي. الأسعار مثلا دي مثلا حلوة قوي، دي مش عارف هو مقالناش سعرها كام، بس هقول لكم أنا سعرها كام. هذه كام؟ Coming brother 6 riyal. 6 ريال. What is the last price? I'll do for you 5 riyal. 5 ريال، يعني ال 5 ريال حوالي 700 جنيه مثلا او حاجه كده، فغاليه عشان احنا في مكان سياحي والكلام ده كله. ففي العاب اطفال كمان، في لبان. بصوا ده اللبان ده عشان ان انت تولعه بخور بس، ده بخور بس، ده برضه بخور بس في حاجات بقى الحوجاري ده بيكون للبخور ولل ان انت ممكن تغليه وتشرب الميه بتاعته، بيكون كويس يعني، بيكون صحي عشان لو مثلا واحد تعبان او حاجه او صدره بيستخدموه في امراض الصدر، وممكن يتاكل برضه عادي مفيش مشكله. بصوا يا جماعه هنا برضه فيها عطاره، ده كلها حاجات انا مش عارفها، بس دي انا شفتها في اسوان، في حاجات ده كركديه، ده اوكي معروف، بس ده لافندر، دي قهوه، دي مش عارف ايه. وات از ذس؟ هذا ورد محمدي. ورد محمدي. and this one هذا كركم. كركم. كركم ايوه. اوكي انت في معلومه عربي؟ شويه عربي. اوكي talking with me with English there is no problem. okay and this كزبره، دي كزبره yeah this كزبره. and ده اللومي طبعا. yeah This is for YouTube. yeah YouTube. خلصنا العطاره شفناها. hello how are you? How are you? fine What about you? fine. I don't know. Okay sir. بصوا يا جماعه Cover. يس ادخل عند الراجل ده، تحسوها بناطيل ذهب يا جماعه والله. هذا كم يجي مني؟ هذا تايلاند. هذا هذا كم؟ هذا 3 ونص. 3 ريال ونص.
اوكي هذا كنجر تراديشنال كنجر. اوكي هذا كم يجي؟ هذا 1 ريال. 1 ريال. هذا عود كشمير. عود كشمير. كشمير. مم. هذا ساندل. هذا لبان. هذا عود مجلس. بعد اويل هذا روز واتر تونر اند لبان. ده تونر بتاع البنات تقريبا. This is لبان باسلين اللي يعرف يعني ايه تونر ده يا جماعه يقول لنا عشان مش فاهم والله بصراحه. لبان كريم. اوكي هذا مال كاجل مال عماني اصلي ما في كاجل؟ كاجل منك كحل كحل ده قصده على الكحل يا جماعه. كحل اوريجينالي عماني. اوكي هذا كم يجي مني سعر؟ هذا حبه 1 ريال. حبه 1 ريال. هو اللي باين لحد دلوقتي ان كل السوق باكستانيين وهنود. Hello, how are you? Do you have Kuma here? Yes. How much? It's 2 real only. 2 real. Yeah. بس برضه في مسارات جاهزة للأطفال، دي بيجيبوها للأطفال، بيكون فيها كمة من جوه بيجيبوها للأطفال. Okay, thank you brother. باي. بس برضه عطارة. هو السوق كله زي بعض. What is this؟ ده قرص القمر. قرص عربي؟ أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ مصري؟ لا اوراني. إيراني؟ نعم. أهلا وسهلا. ده اسمه إيه؟ ده اسمه فياجرا. فياجرا. فياجرا بس طبيعي بقى. طبيعي. بيتعمل إزاي بقى؟ لا ولا تفتح القشر بقى داخل شيء ابيض كده يدقوه تطحنه وتخلطها مع عسل وقبشه واحده. ومع السلامه يا اخوي. مع السلامة يا أخوي. شكرا زي الفل. حبيبي. يعني برضه في حاجات إيه فضيات والكلام ده كله. لا بس عايز أقول لكم إنه سوق المعز لا مقارنة بده. هو وسوق المعز مفيش مقارنة. سوق المعز يعني أفضل بكتير. ده على خفيف شوية، ده على خفيف يعني مش مفهومه بيتباع فيه ايه. انا مش فاهم السوق قوي يعني، هو سوق مخلط من الاخر. بس عايزين نخلص السوق ده ونطلع على وجهتنا اللي جاية. ولازم بعد ما خلصنا الجولة دي نروح وناكل حاجة من الأكلات الشعبية اللي في البلد. داخلين دلوقتي عشان ناكل لان احنا ما اكلناش من الصبح، وهناكل في مطعم اكلات بقى خليجيه. هم هنا بيسموها عيوش، لكن هي عباره عن برياني مطبي، الحاجات دي كلها بيسموها عيوش. الريحه اول ما دخلت تحفه يعني مش قادر اقول لكم. تعالوا نجيب الاكل واوريكم. المطعم شكله كده تمام. اول حاجه اول ما بتعملها ان انت بتدخل هنا عشان تغسل ايدك، عشان انت هنا الناس كلهم بياكلوا بايديهم بقى، وجو خليجي يعني. فتعالوا دلوقتي ندخل نغسل ايدينا وبعدين نطلع نكمل اكل. بصوا يا جماعه دلوقتي احنا الاكل نزل. احنا جبنا ده اسمه ده بيسموه هنا عيش، ده مش رز ده عيش تمام. وهنا الصلصه دي اسمها شاتني. اوكي شاتني عبر. بص بقى ده الشوا، اسمها الشوا العماني. دي اكله من الاكلات العمانيه اللي هنصورها لكم برضو ان شاء الله. دي بتكون مدفونه تحت الارض. فقصابيه، اسمها قصابيه. دي لحمه بصلصه، بس بصراحه انا حاسسها لحمه مطبوخه شويه. وطبعا بيجيب بقى جرين تشيلي، والجرين تشيلي ده اللي هو الفلفل الاخضر عادي جدا، وبصل وجرجير وليمون. ودلوقتي خلصنا غدا وكلنا الحمد لله. جينا على الهوستل الساعه دلوقتي حوالي 11 بالليل، 11 ونص. دخلنا عملنا تشيك ان والكلام ده كله. الهوستل ب ريالين ونص في اليوم. ريالين ونص يعني حوالي $5 ل $6، يعني حوالي 300 جنيه مصري في اليوم. وده سعر حلو جدا بمقارنه بالهوستل، لان الهوستل شكله نظيف بصراحه. الناس نايمه فوق، انا ما رضيتش ان انا ازعج حد وكده. بس دلوقتي انا نزلت عشان اجيب سناكس والكلام ده كله. فهندخل
العالم او مركز التسوق عشان نجيب اي سناكس. وهنا بقى دخلت المكتبة بتاعت جامع السلطان قابوس، أكبر جامع في عمان كلها. لازم هنا في المكتبة نوطي صوتنا تماما تماما. أنا مش عارف إن أنا أتكلم أصلا بصوت عالي، بس أنا عايز أوريكم الجمال بتاع المكتبة اهو. بس لذيذة، مفيهاش صوت، مكيفة، كله تمام يعني. بصوا، فكده يعتبر خلصنا المكتبة. تعالوا دلوقتي هننزل تحت عشان نروح نشوف الجامع نفسه بقى. يلا بينا. دلوقتي بقى هننزل من المكتبة، هنطلع على الجامع نشوفه، لأن الجامع ده فيه أكبر سجادة يدوية في العالم كله على قطعة واحدة معمولة في إيران. 600 سيدة هم اللي عاملينها، السجادة كلها على قطعة واحدة بس. تعالوا نروح نشوف المسجد أو الجامع، لأن في فرق بين الجامع والمسجد. اللي عارف الفرق بين الجامع والمسجد يكتبوا لنا في الكومنتات. نروح بقى نشوف الجامع. عايز أوريكم الجامع يا جماعة أهو. بصوا، في هنا شاشة كده بتقول لك أذكار المساء وأذكار الصباح. بصوا، الإسلاميك انفورميشن سنتر كده بيكون مفتوح من 9 ل 11 ومن 5 ل 8. يعني احنا دلوقتي هنلحق، فاضل 8 دقايق على الساعة 11. بس أنا عايز أوريكم بس المسجد عامل إزاي. المسجد أصلا بيفتح الزيارة بتاعته من 8 ل 11. ده ليه؟ ده عشان الناس اللي هم الأجانب أو اللي مش مسلمين يقدروا يزوروا المسجد، لكن بعد الساعة 11 الأجانب ما بيقدروش، أو الغير مسلمين ما بيقدروش إن هم يشوفوا المسجد من جوه أو يدخلوا، لكن من 8 ل 11 عادي ممكن يدخلوا، مفيش أي مشكلة. بصوا بصوا، ده أماكن الوضوء. بصوا، بصوا التفاصيل. يعني احنا دخلنا نسأل حاجة، قالوا لنا لازم ان احنا نتقهوى. لا، كرم العمانيين يا جماعة، يعني معروفة من ايام ما كنت في معرض الكتاب، فاكرين؟ فمعروفة يعني كرم العمانيين ما لوش حد. شكرا. قهوة العمانية. الحمد لله كلها تمام. هي دي لازم تشرب قهوة معاها تمر. بسم الله. تحفة. طبعا انا مش هتكلم كتير عن الكرم العماني. طبعا الناس اول ما داخلين، انا دخلت الاسلاميك انفورميشن سنتر ده. هو فكرته ببساطه ان هو بيعلم الاجانب عن التراث الاسلامي مثلا، او الحاجات اللي هي الثقافه الاسلاميه او الكلام ده كله. فاول ما دخلت بصراحه يعني رحب بيا جدا، ضايفني قهوة وتمر ومية، وانت تمام محتاج حاجة ازيدك مش عارف. قعدنا نتكلم، قال لي انا بفكر اجي مصر. قلت له خلاص لما تيجي مصر الموضوع عندي، انا هستقبلك. عايز اقول لكم انه هنا في عمان صعب جدا جدا ان انت تفضل بره مكان فيه تكييف كتير. هتتعب وهتحتار. مش عارف دي رطوبة ولا ده حر عادي، بس الجو هنا صعب قوي يا جماعة، حر جدا. فدلوقتي بقى انا عايز ادخل المسجد. طبعا المسلمين عادي يدخلوا في اي وقت، فانا حتى هنا بقول لضابط الامن، يعني بقول له انا عادي ادخل بعد الساعه 11. قال لي المسلمين عادي. قلت له انا مسلم. قال لي خلاص يبقى الجامع بتاعك. فدي حاجه حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع. السلام عليكم. السلام عليكم. هياك. انا اول ما دخلت عملت ريفرش بطريقه مش قادر اقول لكم. بصوا الجمال يا جماعه، بصوا الجمال يا جماعه، تحفة تحفة تحفة. هنا السجاد الأزرق ده بيفرشوه عشان الناس اللي هم مثلا داخلين بشوز أو حاجة ما يدوسوش تقريبا عليه تقريبا يعني. شوفوا بقى السجاد ده ولا أنا بكلمكم عليه. السجاد ده يا جماعة كله على قطعة واحدة.
عارف طبعا. بص بقى الاباجوره الكبيره قوي دي، انا مش عارف دي بيسموها هنا الثريا، انا مش عارف هو ازاي بصراحه، ما شاء الله حجمها كبير يعني. كده يا جماعه 75 ريال القطعه دي بس من غير اي حاجه. الشكل القطايع عندنا هذه قطاع نسميها، هذه في درجات ينحاس. تمام. هذه اقل سعر. الخير الحين اللي يسوي قطاع واحد، ماشي. اللي يسوي صدر واحد، ماشي. اللي يسوي الطمسه ده واحد، ماشي. اللي يركب واحد، تمام. اللي يسوي البلط واحد. ايه اللي بيفرق؟ يعني كل واحد بشغله. واو.